السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بقالنا كتير جدا ما رشحناش قنوات. النهارده جايلك بقناة من القنوات اللي انا ما بفوتش فيديو ليها، مع ان في قنوات كتير انا بحبها بس مش بشوف كل الفيديوهات للاسف، وبسيبها لحد ما افضى عشان اشوفها. فيديو قناة النهارده وفيديوهات قناة النهارده مش بفوت منها فيديو. النهارده انا مش هكلمك عن لعبة، انا مش بعتبرها لعبة. الشطرنج عالم كبير، حاجة من اعظم الحاجات اللي بجد فرقت معايا في التفكير. لو انت ناوي تلعب جيمز يعني ومصمم، يبقى العب شطرنج او ادي جزء للشطرنج عشان هيفرق معاك في طريقة التفكير. علمني ان انا اكون صبور، علمني ان انا ما اقعش في الافخاخ بسهوله، مش مجرد اي حد يديني حاجه قدامي اخدها واقع في الفخ على طول عشان في مشاكل وبلاوي هتحصل بعد كده. علمني ان انا افكر في الخطوات اللي جايه، يعني افكر ايه اللي هيحصل بعد كده، مش افكر في الخطوه اللي قدامي وشكرا. لو انا لعبت الحاجه دي كده، الشخص ده هيلعب لي ايه قدامها، وبناء عليه افكر في السيناريو اللي هيحصل بعد كده وامشي خطوه واتنين وتلاته لقدام. دكتور محمد نوفل صاحب قناة دكتور تشيس، واحد من الناس اللي انا بحبهم جدا وبحب قناته جدا. كتير هتلاقي قنوات بتتكلم عن الشطرنج وربنا يبارك فيهم، يعني كلهم جميعا على راسنا. ودكتور محمد نوفل نفسه بيتكلم عن قنوات كتير جدا وما عندوش مشكلة، وبيعمل دعاية كمان لاصحابه. لكن انا بحب قناة دكتور محمد نوفل تحديدا لاسباب كتير قوي. يعني محبة شخصية، اولا ان الشخص ده من الناس المحترمة جدا وعلى المستوى الشخصي، غير المحتوى المحترم الموجود في القناة. دكتور محمد نوفل هو اسمه الدكتور ويستاهل يبقى دكتور في الشطرنج، دي حقيقة. لكن هو اسمه الدكتور محمد نوفل عشان هو طبيب أطفال أصلا في بورسعيد. مجال الطب، اي حد فيكم لو متابعني ودكتور عارف قد ايه المجال ده صعب جدا ومحتاج واحد يتفرغ ليه وحياته تبقى للمجال ده، يمكن اكتر من البرمجه بكتير. ومع ذلك دكتور محمد نوفل حاطط قناه للشطرنج بيقدم فيها خبراته، بيقدم فيها دروس مجانيه لتعليم الشطرنج، وكمان بيغطي بطولات العالم بتاعت ابطال العالم في الشطرنج، وبيحكي عن اللي بيحصل وبيوريك الليله وبيخليك تشوف الفايده فعلا من الماتش، مش مجرد انه يعلق عليه وخلاص. دكتور محمد نوفل بيعمل حاجة من الحاجات اللي أنا بحبها جدا وماشي عليها في حياتي. ساعات كنت بدي نصايح للناس ووري لهم حاجة أنا فشلت فيها فعلا وبحكيها لك عشان أنت تتعلم. دكتور محمد نوفل بيعرض الماتشات اللي هو كسب فيها، وفي ماتشات بيخسر فيها بيعرضها. طب ليه بيعرضها عليك مع انه خسر؟ عشان يحلل الماتش ويطلع لك معلومات مفيدة تفيدك. الله، طب ما هو ممكن ما يعرضش الحاجات اللي بيخسر فيها، ايه المشكلة؟ ما هو هنا عايز يفيدك، مش هيفرق معاه هو كسب ولا خسر. وكده كده الريت بتاعه معروف ان هو في ماتشات بيخسرها زي اي حد، ابطال العالم بيخسروا ما فيهاش مشكله. بس مش اي حد بيحكي لك فشله في حاجه معينه. مش عايز اقول فشله عشان كلمه كبيره، اقصد ممكن حد فشل في وظيفه فبيحكي لك التجربه كامله عشان يفيدك، مع ان بعض الناس بتاخد ان ده مشكله. لا، انا مش عايز احكي فشلي، مش عايز احكي ان انا فشلت في وظيفه والشركه دي ما رضتش تشغلني، مع ان عظماء العالم حكوا عن ان هم فشلوا في حاجات وشركات ما قبلتهمش، وبعد كده الشركات دي كانت بيتحايلوا عليهم عشان يجوا يشتغلوا معاهم، ودي حصلت كتير جدا. دكتور محمد نوفل بيعجبني جدا تعليقاته في اللايف او في المسابقات، او لما بيكون بيتكلم عن ماتش معين. بيعجبني عناوين الفيديوهات بتاعته، بتشدني صراحة، بتخطف قلبي. يعني عناوين كده لطيفة وبنت بلد كده وبتعبر يعني عن الماتش. بيعجبني برضو حاجة جدا في الماتشات، او موضوع المعاناة. بعيش معاه معاناة الراجل البائع الجائل اللي بيجي يعمل صوت وهو بيحلل ماتش معين ومتضايق منه من صوته، عشان انا حسيت بالمعاناة دي. انا كنت عايش كده، اصوات كل شوية مش بتخليني اسجل، فاضطريت ان انا اسجل بالليل بعد ما الناس كلها تنام. ودي ميزة مش هتلاقيها عند كل الناس. يعني مثلا دكتور محمد نوفل شغال طبيب اطفال مرتبط بمواعيد في مستشفى، ما يقدرش يتحكم في المواعيد انه مثلا يجي الساعة 12 ولا واحدة بالليل يبدأ يسجل، فبيضطر يسجل في وقت الفراغ المتاح ليه، فبالتالي مجبر انه يسمع الاصوات دي. فانك تعيش معاه المعاناة بجد بتحس ان انت يعني قاعد معاه متضايق من الصوت، نفسك انه يسجل في هدوء، نفسك يعني تشوفه مبسوط عشان يقدم لك حاجة احسن واحسن. دكتور محمد نوفل لما بيندمج كده ويتسلطن وهو بيشرح بيغني زي ما انت سمعت كده بيغني، بيغني وصوته حلو جدا يعني، ربنا يبارك فيه يعني. فالراجل بجد بجد انا شايف ان هو بيحاول يعمل اكبر قدر ممكن من المجهود عشان يمتعك بالماتش وعشان يخليك تستفيد من لعبة الشطرنج. انا بحب قناته جدا وبحب دكتور محمد على المستوى الشخصي. لو مهتم بمتابعة محتوى الشطرنج او عايز تعلم ولادك مثلا شطرنج، او عايز انت نفسك تتعلم شطرنج، القناة هتعجبك جدا وتابعها، وبجد هيفرق معاك انك تتعلم الشطرنج اصلا في حياتك. تاني، عشان مش عايز حد يعلي على موضوع الجيمز والشطرنج،
انا اخر واحد انصح الناس بموضوع الجيمز عموما. ولما بكلم الناس على الجيمز بقول له تلعب العاب ذكاء او تعلم ابنك العاب ذكاء، لانها بتغير تفكيره. ما دام هو كده كده هيلعب، ما ينفعش احنا في عصرنا ده حد يكون بعيد عن الجيمز. لكن في جيمز تافهه مش هتفيدك في حياتك، وفي جيمز العاب ذكاء هتفرق معاك في حياتك. الشطرنج بقى بالنسبه لي اعلى من العاب الذكاء، لانه بيعلمك اكتر من حاجه، مش بيخليك بس تفكر في الحاجه اللي قدامك ويطور ذكائك شويه، لا بيعلمك اكتر من حاجه، اتخاذ قرار وصبر، وان انت تفكر في المستقبل لقدام كتير جدا عشان تشوف ايه اللي جاي. فانا شايف ان في مهارات كتير جدا، ويمكن دكتور محمد نوفل يتكلم عن الكلام ده، او تسمع التعليقات دي في وسط اكتر من لايف يديلك معلومات زي كده ويقول لك الشطرنج فاده في ايه وفاد الناس في ايه. اشوفكم ان شاء الله مع ترشيح جديد، وشكرا.